بص بقى يا صديقي، الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة وصلت أخيرا وبدأت على طول وسط الأحداث المثيرة. تايتن إكس ما بيبطلش بحث عن اللي اتسرق منه وجودزيلا ماشي وراه بالظبط. أما فريق مونارك فبيراقبوا الاتنين عن قرب، لكن في غرفة التحكم تيم بيعرف الجميع إن شركة إيبكس بتنفي تماما أي علاقة باللي حصل في الجزيرة، وده خلى الفريق في حالة حيرة ومش عارفين مين اللي ممكن يكون ورا كل ده. الحقيقة يا عزيزي إن في ناس تانية خالص هي اللي ماسكة الخيوط ورا الكواليس. من اللي جمعوه لحد دلوقتي هما بيتابعوا كذا طيارة غير مصرح لها بتطير فوق جزيرة الجمجمة، والجزيرة دي بالظبط هي واجهة التايتنز دلوقتي. وده معناه إن اللي ورا الموضوع ده عنده معلومات قوية جدا وكان بيراقبهم لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه اتساب اتنين من رجالة جيسون على الشاطئ واتلقطوا بعد كده من فريق مونر، ولما اتحقق معاهم اعترفوا إن كيت وكنتارو كانوا معاهم في الوحدة. لكن ليه من الناحية التانية كان عايز يعرف إذا كانوا فعلا بيتعاونوا معاهم ولا إنهم محتجزين كأسرى، لكن للأسف تيم لسه مش قادر يجاوب على السؤال ده. المفاجأة بقى لما وصلوا أخيرا لشواطئ الجزيرة، تايتن إكس طلع على صخرة وضرب زئير مخيف وجودزيلا رد عليه على طول. وفي اللحظة دي كان باين إنهم على وشك الاشتباك في معركة جديدة حتى الموت، بس في الحقيقة جودزيلا كان عايز يتأكد إن الوحش التاني بيدخل جزيرة الجمجمة، كأنه عاوز يحبسه في المكان البعيد ده بعيد عن كل حاجة تانية. ولما اتأكد إن فعلا تايتن إكس وصل للجزيرة، جودزيلا بيرجع، وده طبعا بوظ خطة ليه إنه يقضي عليه. بعد كده كيكو اكتشفت إن مسار هجرة تايتن إكس فعلا بينتهي هنا في الجزيرة، وده معناه إنه لازم يكون في شق طبيعي ومستقر مختفي في أي مكان في الجزيرة. ولحسن الحظ في عدة مواقع محددة ومتسجلة فعلا على الخريطة. ولما كيكو بتراجع أوراق بيل مش قادرة تمنع نفسها خالص من إنها تفكر في مغامراتهم القديمة. بتفتكر كويس لما كانوا في غينيا سنة 1958 لما قرروا فجأة يتجوزوا بعد ما اتأكدوا من وجود الشق. كانوا فرحانين جدا لدرجة إنهم جريوا وسط المطر علشان يزعجوا راجل عجوز في بيته ويطلبوا منه إنه يجوزهم على طول. وفي نفس الوقت على جزيرة الجمجمة كينتارو وإيزابيلا قاعدين ومستعدين وجاهزين ينفذوا خطتهم، بس كيت ما بتوقفش إنها تقول إنهم غسلوا دماغه وإن الوضع كله غلط في غلط. واضح كده إنها بتتكلم من منطلق رابطها النفسي العميق مع تايتن إكس، بس الباقيين بصراحة مش فارق معاهم كلامها دلوقتي خالص. وهنا إيزابيل بتقول لها تسكت شوية علشان تشرح لهم نواياهم الحقيقية. هما مش ناويين يأذوا تايتن إكس أو يستخدموه كسلاح، هدفهم الحقيقي هو إنهم يخلوا المخلوق ده يقودهم للمكان بالظبط اللي فيه الشق اللي بيستخدمه في كل دورة هجرة. الشق ده بالذات ما بيتقفلش أبدا، وممكن يكون طريق ذهاب وإياب لنقل الموارد بين العوالم. لكن اهتمام إيزابيل الأساسي هو استغلال تمدد الزمن بين الأبعاد. تخيل كده معايا إن عندك مرض ملوش علاج وموتك أكيد، ممكن تسافر لعالم الأكسس موندي لشهر واحد بس وترجع للأرض تلاقيهم لقوا العلاج، وده بالنسبة لهم أقرب حاجة للسفر عبر الزمن للمستقبل. وكيت في الوقت ده بتتوسل لأخوها يسمعها، بس كنتارو خلاص مش فاضي للكلام ده. هو شايف إنها كان لازم تفكر في العواقب قبل ما تتسبب في وفاة أبوهم هيروشي. وفي نفس الوقت بنشوف مجموعة مونارك على الجزيرة ماشيين، وليه بيحكي لكيكو انه كلم نسخة قديمة منه، وساعتها اختصر القصة وقال لها انه كان محظوظ. وبعد شوية الموقف اتدهور لما واحد من الرجالة اتخطف من فرع شجرة، وده اللي ادى لمعركة شرسة ضد وحوش ضخمة شبه الاشجار. ووسط الفوضى مي اتمسكت من رجليها من واحد منهم، وتيم خاطر بحياته علشان ينقذها، واللي قدروا ينجوا من الهجوم استخبوا في الكهوف القريبة بعيد عن الغابة. بس المجموعة دلوقتي اتفرقت. كيكو قررت انها هتتبع ملاحظات بيل علشان تلاقي الشق مع لي، والباقي هيدوروا على البيضة وعلى كنتارو وكيت. بعد كده بنرجع لكيت اللي بتستمر تسأل عن كل جزء في خطة إيزابيل، لكن إيزابيل بتثبت إنها مستعدة أكتر بكتير. هي مدبرة كل حاجة على الشعرة وخططت لكل خطوة، وفي الحقيقة عندهم عربية جاهزة تسافر لعالم الأكسس. وفي الوقت ده إيزابيل عرضت عليهم إنهم يخرجوا ويقدروا ياخدوا الهليكوبتر ويروحوا لسفينة مونارك، وطبعا براحتهم لو قرروا يفضلوا. لكن في الوقت ده كنتارو قال لأخته إن وجودها مش مطلوب تاني، وأمر الحراس ياخدوها للهليكوبتر. وأول ما كيت بتبعد وتركب الهليكوبتر الفريق بدأ ينفذ خطته، وقدروا يجذبوا انتباه كونج بتسجيل زئير وحوش الجماجم كطعم من خلال نظام صوت قوي. كونج سمع أعدائه الطبيعيين فوق سطح الجزيرة، والفريق قدر يخليه يجي بالظبط للمكان اللي هم عايزينه. وأثناء الكلام ده إيزابيل بتوري كنتارو باقي القاعدة والمكان، وبتكشف له أخيرا دوره الحقيقي. هي عايزة كنتارو يكون أول مسافر من فريقها يدخل عالم الأكسس، ويكون الرائد اللي بيأسس طريق سريع بين الأبعاد لصالح البشرية كلها. بعد كده تايتن إكس بيظهر وهو واضح عليه الغضب، وفي نفس الوقت التايتن بتجمع
بتتجمع مع البيضة، وبنشوف كيت بتجري وبتهرب من الهليكوبتر علشان تكمل مهمتها وتجيب أخوها. وأول ما التايتن بيوصل للمكان المحدد، الفريق نفذ الأمر ورش عليه الغاز المنوم، وفعلا العملاق بيغمى عليه على طول. إيزابيل كانت طايرة من السعادة ساعتها، لكن لما بصت على وش كنتارو واضح إنه مش متفق مع كل اللي بيحصل، لأنه بدأ يفهم إن إيزابيل عندها حاجات كتيرة مشتركة مع أبوه، وفيها جانب قاسي ما كانش واخد باله منه قبل كده، وده اللي خلاه يبدأ يشك في نواياها الحقيقية. وفي الوقت نفسه كيكو ولي فضلوا مع بعض ماشيين ناحية الأماكن اللي عليها علامة في خريطة بيل، لكن في الوقت ده مجموعة من رجالة إيزابيل اللي بيظهروا، واللي باين عليهم عندهم نفس المعلومات وبيدوروا على الفجوة بنفس الطريقة. ليه قدر إنه يستخبى منهم، وسمع إيزابيل وهي بتقول لهم إن المرحلة التانية على وشك إنها تبدأ، وفعلا الرجالة اتحمسوا جدا علشان أخيرا حصلوا على التايتن في إيديهم، لكن كيكو مش قادرة تحدد بالظبط الشركة اللي بيشتغلوا فيها. وبنلاحظ بقى يا عزيزي المرحلة التانية اللي بتشمل مواجهة دامية ضد كونج، الهدف منها انه يجبر تايتن اكس على الهروب علشان يقدر يقودهم اخيرا لمكان الفتحة الثابتة. لكن قبل ما يحصل ده، الفريق ناوي يدي الوحش حافز صغير هيحقنوه بمركب كيميائي مصمم علشان يرفع من مستوى عدوانيته، يعني من الاخر كده هم بيحولوه لجهاز قتل بدم بارد. وهنا بقى بالذات بتكشف ايزابيل الجانب المظلم من الخطة اللي كان كنتارو مش فاهمها خالص. هم محتاجين تايتن اكس يقتل كونج علشان الجزيرة تبقى فاضية ليهم ويقدروا يبنوا عليها قاعدة عملياتهم من غير أي معوقات. بعد كده بنرجع لكيت اللي هربت من الهليكوبتر ودخلت القاعدة وقدرت إنها تستخبى، ولقيت نظام اتصال قديم ممكن تستغله لصالحها. وفعلا بعد ثواني جهاز الإرسال عند ماي لقط الصوت، وأخيرا كيت كشفت كل اللي عرفته وبتقول لهم إنهم جوه قاعدة قديمة تابعة لمونارك، وإن إيزابيل هي اللي بتحرك كل العملية من ورا الكواليس. وفجأة صوت خبط جامد على الباب، وساعتها اضطرت إنها تقطع الاتصال وتهرب. وفعلا تيم قدر يحدد موقعهم بدقة لأنه كان متواجد هناك كذا مرة قبل كده. وفي اللحظة دي المشهد بيتغير وبيبان إن كيكو وصلت لمكان تعشيش وحوش الجماجم، نفس المكان اللي فيه البقايا بتاعت أهل كونج واللي الموت هو الشيء الوحيد اللي باقي فيه. وهناك كيكو بتلاقي محفظة وكاميرا بيل القديمة، وساعتها بتنهار من العياط وبتصرخ في الهواء وبتحاول إنها تفرغ كل الذنب اللي شايلاه جواها. وفي الوقت ده بنرجع بالذاكرة لسنة 1968 بعد 7 سنين من اختفاء كيكو، وبنشوف إن بيل بقى مجنون ومهووس بالشكوك وعايش يدور على دعم المجتمع العلمي. بس مع مرور الأيام الناس اللي بتحضر محاضراته بقت تقل، وصاحبه سوزوكي طلب منه إنه يسيب الموضوع وشرح له إن البيانات مش بتدعمه، وساعتها توسل إليه إنه يرجع لابنه هيروشي ويقدر يعيش حياته الطبيعية. لكن في الوقت ده بيل رفض يرجع وقال له إنه ما يقدرش يرجع إلا لما يخلص رسم خريطة الشكوك، لأنه لسه عنده أمل يلاقي كيكو. بعد كده بنرجع تاني وبنشوفهم إنهم وصلوا أخيرا لآخر مكان محدد على الخريطة، وبتطلع إنها واحدة من المجسات اللي بيل أرسلها على مر السنين. القطعة المعدنية عليها توقيع سوزوكي. التفسير المنطقي الوحيد إن بيل رمى المجسات دي في شكوك معروفة في كل حتة في العالم، ولسبب فيزيائي معين كلهم انتهوا في نفس المكان بالظبط على جزيرة الجمجمة، وده بيشير بقوة إنهم أخيرا واقفين عند البوابة الرئيسية لعالم الأكسس. كيكو بتكتشف إن المجسات فيها رسالة موجهة ليها، فيها العهود اللي هو ما قدرش يوفي بيها في يوم فرحهم، وإنه هيفضل وراها لآخر الدنيا. وده هو السبب الحقيقي اللي خلاه يجي الجزيرة، هدفه كان يلاقيها هي. وفي نفس الوقت تايتن اكس بيصحى اخيرا وجسمه مليان بالمركب الكيميائي اللي هيديله القوه علشان يقتل كونج. حقنوا الماده في دمه وبعدين صعقوه بصدمه كهربائيه علشان يتحرك، وساعتها صوته العالي نبه كونج اللي لحد اللحظه دي كان بيتابع صوت غير حقيقي، لكن دلوقتي غير مساره علشان يواجه التهديد الجديد وجها لوجه. المهم يا عزيزي كنتارو اخيرا قدر يلاقي طريقه يهرب بيها من المجموعه من غير ما حد ياخد باله. اما كيت وصلت للبيضه ولمستها وحست باتصال غريب معاها، وفي الوقت ده كنتارو بيظهر وكيت بتتوسل لاخر مره علشان يساعدها ترجع البيضه عشان التايتن يرجع للعالم بتاعه الاصلي. لكن في الوقت ده كنتارو قال لها ان لو ايزابيل صح وانهم يقدروا يستغلوا تمدد الزمن يبقى هيروشي ابوهم ممكن يرجع، بس طبعا لازم تثق فيه. وكيت دلوقتي قدام خيار بيكسر القلب علشان مش عارفه تعمل ايه، تساعد تايتن اكس ولا تساعد كنتارو اخوها على امل ان ابوهم يرجع. ومن هنا بتكون نهايه الحلقه التاسعه من مسلسل مونارك الجزء الثاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، واشوفكم على خير الحلقه الجايه.